علماء به خدا في هيون دكيه أمبره دهدوغان وحرد برسيه سوه توحيد فتيه دا علماء كهريه مفتاح فتيه يقود علماء صور قلبي تهنيا جو متاهتيسا علماء ربي أنو بدا أسيم سادر كأنبياء تسانا دي سفار قرآن بإخوة جهان ولا عيسى دفئ والمدالة عيسى والمدالة حي يوم يولد عيسى بوت جراع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر علماء يمهنوا جبيسا هدون الراب برقدانني غنداء الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسول الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا ويا الله إبن فمتن مرتك السنون بقى بدني سنين جدا. سينا شيخ كينا الدكتور عبد الرحمن آدم أبا كينا كربي أمرين كيسكاهي أمرين إساني وقارب بابي جها نمني إساني تفكاتو خيرو أمانو كيسجمو وانجر نتي فكاتو سينا إساني تكسو الرئيسي تقع. السيرة الذاتية المختصرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن آدم حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. مولده: ولد الشيخ عبد الرحمن آدم حفظه الله في عام 1341 هجري بمحافظة بال من قبيلة شكلة في قرية كيرشة، فنشأ في بيئة طاهرة. نشأ الشيخ عبد الرحمن في كنف والديه الكريمين حتى إذا بلغ 5 من عمره اصطحبه والده إلى الشيخ خليفة الصومالي ليشرع في القرآن الكريم، وقد من الله عليه فختم القرآن وهو في 7 من عمره، ثم راجعه كاملا مرة أخرى على يد الشيخ محمد ثاني بن الشيخ عبد الفتاح رحمهم الله جميعا. شيء أبانا راشد عبد الرحمن آدم وقاكم تطوفي بسده في أبتني تقو هجرة رسول الله بالي مستشفلا قد كيرشا كيستي دلتن هذا أبا إساني تبجمه الفاتو كل إساني جلت وتبدة أبا إساني قاف إسا وقاشني فودني نما شيخ خليفة صمالي أبو برة دلي قرآن برسيسا شيخا كينا طول ربي إساني رتي أولي قاف وقا تربا قرآن قوتو إساني ختمني تنيجرا. الله أكبر. أسرنا وفتان ديما قاف وقا تربا وجولين تنيرو أما كم جرت أنا قودس أبان إساني جلاهي نفني طلبه للعلم، ولم يلبث طويلا حتى أقله والده إلى الشيخ علي تولا ويبو، حيث شرع في دراسة مختصرات الفقه الشافعي، فقرأ على يديه عددا من المتون المختصرة التي كانت مدخل العلماء لعلوم الشريعة، ومنها المختصر الصغير سفينة النجم، مختصر بافضل الحضرمي، مختصر أبي شجاع مع شرحه الشهير فتح القليل المجيب للإمام القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني، عمدة السالك وعدة الناسك لأحمد بن النقيب، شرح القاسم على مختصر أبي شجاع، زبد أحمد بن النقيب وهي ألفية بديعة في الفقه الشافعي، المنهاج للإمام النووي، المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري مع شرحه فتح الوهاب. كتابك نبوتو شيخ علي تولا لما جاء مرد فقه شافعي كتابك برة كان قفلت نفلي أمس درسوا ما بحري قرأوا بربات سواء تاتي إذا فقه شافعي وميساني تفرتني. ثم مضى الشيخ عبد الرحمن في طريق العلم لا يثنيه تعب ولا يرده عناء، فانتقل إلى بلدة أرسي ديدنا ليتعلم علم النحو عند الشيخ عبد الرحمن سودي،
شيخ عبد الرحمن سودي دلقني أجت نحوي إعرابا جلبني دهلان قرأني إيجاسي شرح إساوتي ثم سافر إلى الشيخ عبد الله فرزانة في منطقة قسقاو فقرأ عليه من داخل اللغة العربية كشف النقاط الفواكه الجلية كتابك لي بيدي دأت أبوت برد كان قفلت الآن شرح ابن عقيل أجت قرأن وقال ما أجت أني إفادة أجائباتي ديني براتات انتظر ديدا كيستي يجي سنبودا بعدها عاد إلى بالي فقرأ على الشيخ محمد صافي دري نمج أمرتي قرأ الساكن في بولجا أنا بولجا كيس كجراتا إسان الرتي بولجا أمس جلقبا كتاب المجيب مع حاشية ياسين وحاشية الخضري في النحو أجد برة بولجا تجد ثم توجه إلى الشيخ كمال البصر مفتي الديار شيخ كمال البصر بلدكني فدرس علم المنطق وقرأ سلم المنور مع شرحه اللذيذ للشيخ حسن درويش علمي منطقة شيخ كمال البصر نابرة ثم رجع بعدها إلى أستاذه الأول لما يرد راتب نحوي الرد قرأ شيخ عبد الرحمن سودي بلدكني أمس من علوم البلاغة فقرأ علم المعاني علم البديع علم البيان ثم تطرق إلى فن العروض والقوافي كمتن الكافي والصبيان وهو علم لا يتقنه إلا أصحاب الذوق الرفيع والأذن السليمة كتابك نبوتو كتاب يرو أماتي نمني برسيسو هتأقبني علمي بيانا علمي بديعة فني عروضة الرتب برة وكذلك درس عليه فن الصرف صرفي ليه قسم برتني علمي منطقة شرح السنية ثم انتقل إلى الشيخ آدم أرقموني فنهل من فقه الشافعي وقرأ عليه كتابا من بينها فتح الجوال كتابا للأمو برة الججو هدون ما مجرو كتابكنا مقايسة بيكا نموتو قافيل وتابع مسيره إلى الشيخ أحمد أمس أديت إساني تابع ليه شيخ أحمد نمج أبو بر الأني حيث تلقى أحكام التجويد وفن القراءة فبدأ بقراءة متن الجزرية وراجع ألفاظ القرآن الكريم بدقة وضبط وإتقان وأمر الله قوله فتنجج لشيء أمس إلى نحوي برتني علمي منطقة بديعة فني عروضة صرفي نحوي برتني تجويد برته أبديت الآن شيخ أحمد إلى الشيخ أحمد الساسماني على ما أعتقد لما أكسر أبو بر الأكني كتابة موتو تجويدا أجيلة الرتب برتني ألفاظ القرآن أجيلة سريفة هذا قفة الآبل وكذلك فن الفلك على الشيخ عبد الكريم شيخ سدو نمج أمرتي فني فلك جيتو والرقم جرى واهم إذا كان برتني جيتو بارك الله فيكم وكذلك علم التفسير عند الشيخ إبراهيم هشي الصبري ودرس عليه تفسير الجلالين أما تفسير الشيخ إبراهيم هشي الرتي برتني علمي الدكتور صمامية كيس سجرا والانتقابة تقيلة كل شيء كينا الدكتور شيخ عبد الرحمن آدم وين التكبير؟ الله أكبر وبينما هو على هذا النور وثم إسام برنوت إسلام ما بريدا كنرى أكلت تجرا ثم سمع شيخه عن قدوم الشيخ محمد أمان الودي من المملكة العربية السعودية بعقيدة التوحيد عقيدة أهل السنة والجماعة بعد ذلك قرروا مقابلة الشيخ محمد أمان للتحقق عن عقيدته فقابله شيخه الشيخ إبراهيم الصبري وهو من كبار العلماء في البلد فبات عنده وهو يناقشه في العقيدة ثم رجع الشيخ في الصباح إلى طلابه ليخبرهم عن عقيدة الشيخ بعد التحقيق منه بعد ذلك تشاور الشيخ عبد الرحمن مع زملائه فقرروا السفر إلى الحجاز والالتحاق بدار الحديث الخيرية طلبا للعلم الصحيح حتى يعودوا إلى أوطانهم دعاة إلى الله على بصيرة واتباع شيء كان الشيخ عبد الرحمن علمه الدبي كيسة ولد أبتني نما شيخ محمد أمان الودي لم يجدوا سعود عربية تبرتني ويتكلم بياغلا شيخ إبراهيم سبري شيخ عبد الرحمن آدم نما كنبي على الله قال إنت نجهني برجهني قراتني عقيدة إسام أكمل جتا ويتهوبة قالني طلاب دراسة إسانيته من لم أكنا بيرا قال جتا ويتطلاب قرطوسا شيخ عبد الرحمن آدم هيريون إساني نميو ديلت نميو
في سعودية عربية. رحلته المباركة إلى الحجاز وطلبه للعلم الشرعي، وإن رسخت قدماه في دروب العلم واستوى على سلط الفهم والبصيرة حتى ارتحل الشيخ عبد الرحمن آدم حفظه الله فانطلق عام 1382 هجري نحو المملكة العربية السعودية عبر طريق شاق طويل محفوف بالمشقة حتى وصل المسير ماشيا على قدميه من اليمن إلى مناطق خميس مشرق السعودية، ومن ثم إلى الطائف، ومنها ركب السيارة إلى مكة المكرمة بفضل الله وتيسيره. شيخ كان الشيخ عبد الرحمن آدم كان بود علمي بيكيسا ولتكبد على ديني بلد أجتشودان كرا بحرابان بورما جيجيغا أجلتي سينودان جبوتي سينودان يمن سنبود إيغا أجيغاني جامعة إسلاما تمدينة أرقمت قدمت جودان أجد أموت برمسا أجائبا جل قبلي وقعه أجد بغتن شيخ نكينا دكتور شيخ عبد الرحمن آدم جامعة ويتسينا إن فارت برتن الرائل مرتي برت أرقة يوجدن. وقد نهل الشيخ عبد الرحمن من عيون العلم على أيدي كبار العلماء في زمانهم، ومنهم العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة آنذاك ورئيس هيئة كبار العلماء رحمه الله، الشيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، الشيخ المختار الشنقيطي، الشيخ عبد اللطيف، الشيخ أبو بكر الجزائر، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ شبيه الحمد، الشيخ محمود الطحان، الشيخ عبد الفتاح القاري، الشيخ عبد الغفار الهندي وغيره من الأئمة الأعلام. علماء كانوا مترتي مكة مدينة جامعة موتو إسلام دار الحديث كيستي برة النجو كشيء كنا شيخ عبد الرحمن آدم حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. إذا جئت فمن أجر بحري ما انتهى شيء. عودته المباركة وتأسيسه مدرسة السلفية. بعد تخرجه عرضت عليه فرصة عظيمة للدعوة والتعليم في أوغندا، لكنه اعتذر بأدب رفيع وقال مقولته الشهيرة: إن بلادي في ظلام، أرجع إلى بلدي وأعلم أمتي. الله أكبر. قام أجيب فمن شيخ الله أجايبا وهيتو إساني كنا من برنوت إسان ديني كيستي أبوان أرقني دعوة في أكسم برسيسون بي أوغندا كمين دان سعود عربية الله كفلمو أنت تلتالي أمة برسيسون قبل الكجلم سرات إسان الرفدن ويتكن شيء ما أنجلني ديبسا، لكنه اعتذر بأدب رفيع وقال مقولته الشهيرة: إن بلادي في ظلام، أرجع إلى بلدي وأعلم أمتي. أني بي أوغندا برسيسو خراب حرادي بيتي للأم بي أني كيسا بهي يودو كان كيسا جلدي بي كي يتدي أمتك يدو كان كيسا باسا ملي. أني أوغندا هندي مججودان مرانو إساني أغل سيسا. كان بودا يانا إساني كان. وقد عرض هذه الرغبة على شيخه ابن باز رحمه الله فباركها وأثنى عليه ودعا له بالتوفيق والسداد. عاد الشيخ عبد الرحمن إلى إثيوبيا، وتحديدا إلى بلدته الأصلية في مديرية قاصرة التابعة لقبيلة شفلة قرية كيرش. يالا إساني كبي قلالي بس في سوكنا شيخ إساني شيخ ابن باز الرفداني أنا بيجي قالين متى برسيس جناني شيني دعائي ودنيفي ربي كراسي هابنو كران دودلوكوسي هاتم ديلي لأني قافنا الشيخ عبد الرحمن كأني كان بيجي إساني بيجي إثيوبيا ديلي أني قندك إسانتي قلتن أنا قاسرا بوس شفيلا قندو ميساني كيريشا كيسانتي قلني. فبدأ بتعليم القرآن الكريم قرآن برسيس جل أبني إجول له تؤجي باسني في نشر العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه، تفسير فقه وكتب برسيس التوحيد ما يزيد على عامين كاملين. وقال مسعود عربية الله قال لي شفل كيسة تاني بوس إساني كيريشا كيسانتي ديني
تاساتي ترى وسوما إسان هدو أجهن ترين وقال مبودا لولي جدو إثيوبيا تي في جدو صوماليت أركمه مما اضطره إلى الانتقال إلى مدينة روبي ويتكنا ترى هي مدينة روبي السقوفلة حيث أسس هناك مدرسة السلفية التي تطورت بفضل الله إلى صرح علمي شامخ يضم المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، كلية الشريعة، مركزا لتحفيظ القرآن الكريم. وأنا جايبة سعود عربية قالني وقال ما إذا أموتوا كيريشا كيستي برسيسني لولي جدو سوماليتي في جدو إثيوبيا تأرقمي أنك إسان ترارو بينو فإسان قدي ويترو بينو فإن مدرسة سلفية مقاو في انتباسني بقورة في قد آبني برسيسو جل أبن قولة قرى أكا قولة قدلما تفكيس أكب أكسم كلية شريعة كل دي أفكيس أكب حفظ القرآن أفكيس أكبتو أسكيستي قد آبن جيجوك كوني شيخا سينا شيخا كيسا إسا قبابا دوان تاتي تكبيرا شيخا كيما تكتي الله أكبر الله أكبر فتاس شيخا الدنيا اللي بدهم دي إسان براسا جرتي مالي في مرت إلمان إسانيتي الحمد لله وأمر عن الجنة علمي للي عمري للي واحد دون إلمان إساني وانت هنيف براس إساني كل يكار كتا كل هم دي إسان تقفى يونيفرسيتي نرى براسا دكتوراه إساني كنا نرى تقفى أجرالياتي لما فاكم أسان هوري قويا كان سكنتا قويا كان رادياتي كل مرتي ساتو كاسا يوكا وانجا جلمكنا جيبا سلفا مدرسة سلفية تيسان شكيني لابني أرى بكنتي الليستي كريه كان غوغرتي في ليستنا أكو مسنا ملي مسجد إيسان أجاجل قدا كرديني وامر أن تكلنا ترنير اللي براس إساني تجرا كون فنيلي كرا كرتنيتين دكتور مسجد نور اللي كوري مسجد نور اللي براس إساني لكاين في دكتور فالله هندو أسجرا نور رافودا جتشون حقيقة نما هندو أسجرا وان تيب سكنتان نجا جرساف مكا إساني دور أبني مكا دويني كنيني دويني اللي براس إساني كنغتي كنو كنا ربي براس إسن كما كم إسنا براس جناني سكنتان كنا تمان تنوسين الشيء إن شاء الله تعالى برسا براس يونيفرسيتي مينيسوتا ترى إساني كنمو الله أكبر الله أكبر تكبير انتاني تكبير لما دا براسا كوري سكنتا كنا كوبي ستير رأي تكبير انتاني مالي صدفة براسا كوري مدرسة سلفيات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتكبير والله لي تكبير أسرت والدي جلوتكم بدأ سكنا غابا سلفية غلطوما سقطا جل مرتنا تقباي شيء كذا شيخ عبد الرحمن آدم التيتي ترجم لي ماتي شيخ سراج حامدين قباي ويا هذاك الله أكبر تكبير أمس تكبير أجل تكبير kata zana jira gamma ke sat amas bana settiano kori musjanu irai akkasumas waldaan tajaajila hawaasummaa al-nuur barakara bijago warra kori musjanu insyaallah aku masal sebentar musjanu ille saganta garte bashakarat bada sisani jani bada sagartani هكذا كان تكرمت بشاشة سينما جرار جزاكم الله خير لسان الجنة كل اللي أمه والدا تجاجل هواسما النور الشيخ في ساجلني كله فلس إنساني ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر تكبير الله أكبر كان الناس المال كله وليس السبب ما شاء الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لما نشوف وأنا بقول لك على كل حال دعائي بنا جاني لكن أموت دعائي بكم وأنا بيجي نمتلو أنا ما قبل نشوف أرجعنا ولنا موت ودنا أدري تاكل فيها أستسلم ما إذا ما تقول كأننا من أفراد dalam akhirat terpisah di halal. Apa itu berfirman di lele berfirman kudin Rabbi Bidara berfirman Bidara bisini akhir. Iman tetap berakah hadat. Iman tetap berakah hadat. ربهم رجال خير الناس من طال عمره وحسن عمله نمني عمري لسا كيرتي دلقا نسا تلتي ربي بلا تجارة ما ربي جنها جارة عمري لسا كيرتي دنيا كيسة موت عمل لي كيسة من بركة ربي جنها إيمان كيسة بركة هذا دنيا كيسة بركة هذا gammachuun keessa walumatti haa dhaabatu. Biyya mara mootuyyuu hafuurri keessan haa urga. Hafuura keessan namni haa urgeessu. Ka dhiiraa, ka dubaraa, ka ulamaa, ka hujjaaja. Ka eeganaa mootuyyuu dargaggeessa. Nama biyya keenya kana maraa nama dhaabate kana mara rabbisin haa milkeessu. Duniyaa fi akhiratti illee rabbisin haa milkeessu. Warra duniyaatti illee jaalatame akhiratti illee jaalatamu rabbisin haa taasisu. Warra rabbi biratti jaalatamu rabbisin haa taasisu. Duniyaan gabaabdu waa'ima deemtii namni waqti nurrumaa deema. Rabbi biratti warra jaalatamu rabbisin haa taasisu. Hafuurri keessan haa urga. Hafuurri keessan haa urga. Malaa'ikaa biratti illee haa urga. Malaakatal mawti wajji isinitti dhufe hafuura keessan urgaa keessani. Eeganaa mootuu jaalatee وربي بربي ورب المسكري انت ربي سني عادات ربي سني عقبي ربي دنيا تدي الكوي دنيا اخرت تدي ورب الكاف ربي سني عادات انا كان ما يسني جدا اما تبي اخرت يا بدو عندك بنتي نيرتو أمرت آخر كيسن هاتو آخر كيسن هاتو أقوام ولم كيتو إذن أمرت ربي سنهامل آخرات تدي دنيا تدي ربي سنهامل صلى الله على سيدنا محمد